عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب مطبخ جودي الفرفوشة. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين يا رب. كل فيديو معايا وانتم طيبين عشان احنا ما بنصورش غير الحاجات الضرورية. النهارده معانا ايه بقى يا ست ام زيد يا جميلة؟ ان شاء الله باذن الله هنعمل قرايش بالعجوة. اتعودت ان انا اعمل لعيالي او في البيت عندي في الشتاء كده يكون في اي حاجة مسكرة كده، حاجة نقرقش فيها واحنا رايحين واحنا جايين. مش كحك ولا بسكوت، بس هي قرقشتين كده. كنت انا اشتريتهم من بره ما عجبونيش، فقلت لا امي بقى الشطاري كده واطلعي من تحت البطاطين واعملي ايه حاجه لعيالك حلو. انا هعمل 4 كيلو دقيق، نبدا كده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل 4 كيلو دقيق. دول 4 كيلو دقيق نخلتهم وعملتهم كويس جدا. وهنا دول 2 كيلو سمنه على زيت، بسيحهم علشان احطهم عليه. وهنا دي قوالب العجوه اللي انا هعجنها، جايبه لها سوداني وجايبه لها جوز الهند وهنعمل عليها سمسم، ديت اللي هنحشي بيها القراقيش بتاعتنا. ده السمسم والخميره واللبن. هعجن بلبن وان شاء الله يطلعوا شويه قراقيش. وما تنسيش تصلي على النبي وتعملي لايك وانت معديه يا قمر. حطيت ديت نكهات جايباها من عند العطار، بس انا مش جايباها في ازايز، انا جايباها بودره كده، بتبقى شمر وينسون وحاجات من دي. وحطيت السكر اهو، لكل كيلو دقيق حطيت معلقه سكر. هنحط كيس الخميره وهنقلب كل المواد الجافه مع بعض على ما السمنه بتاعتنا تسيح، وهنقوم جايين حاطينها وحاطين السمسم يتحمر، وهقلب العجينه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ال4 كيلو دقيق عليهم 2 كيلو سمنه عليهم 4 معالق سكر، كيس خميره، روايح الكحك اللي بتلم العجين باللبن ساقع على حسب ما يتلم معاكي بس، وتعملي السمسم بتاعك وتحطيه عليها وتلمي العجينه وتخلصيها. انا بس علشان اكمني ما فيش حد معايا، فانا ايه هخلص العجينه اهو. انا قلتها لكم ال4 كيلو دقيق عليهم 2 كيلو سمنه عليهم كيس خميره عليهم 4 معالق سكر عليهم شويه سمسم، بهارات الكحك، وتلمي ده كله باللبن وتسيبيه يخمر. دي مرحله السمنه لما سيحناها وحطينا فيها السمسم اهو. بنبسه بقى، بنبس ايه السمنه في الدقيق في الحاجات وكده اهو. لازم تبسيها كده كده، تفضلي تبسي كده السمنه والدقيق كده. لما تبسيها كده تطلع القرقشيه معاكي ايه، طريه وجميله. السمنه طبعا عشان سخنه، بس انا بقلب شويه بالمعلقه وحابه اعمل بايدي اهي. تفضلي تبسيها كده لحد ما يبقاش فيه خالص دقيق. العجينه دي تتلم بايه؟ تتلم بلبن. اللبن ملوش مقدار معين، على حسب ما العجينه ما تتلم معاكي وتبقى عجينه ماسكه نفسها. تمام. بصوا حبايب قلبي، انا كده لميت العجينه اهو بشويه اللبن اللي كانوا عندي اهي. بصي حبيبه قلبي، لما تاخدي حته عجينه كده تعرفي بقى ان العجينه بتاعتك بقت حلوه منين. لما تاخدي حته عجينه كده تلاقيها ما بتشققش في ايدك كده، تعرفي دي العجينه نعمل منها كحك ونعمل منها قراقيش. بس انا هعمل قراقيش اهي، شايفاني اهي. تقومي جايه حطها بقى كده ولماها اهو وسايباها تريح، عشان احنا حاطين فيها خميره. ونجهز العجوه بتاعتنا اللي احنا جايبينها، هنحط فيها برده سمنه بلدي وقشطه وهنقلبها ونحط فيها الحلو كله. بصوا حبايب قلبي ام زياد، العجوه بتاعتنا اهي. بصوا حبيبه قلبي، انا حاطه عليها معلقتين قشطه ومعلقه سمنه وجوز الهند وزداني اهي. دي الحشوه اللي هنحشيها جوه في قلب الايه القراقيش بتاعتنا. بالصلاه على محمد حاجه كده. ولو عايزه تخليها طريه زي كده حطي عليها معلقتين لبن، هتتعجن معاكي وتبقى زي العسل اهي. بس قلب ام زياد، جبنا الطبليه بتاعتنا وطلعنا بره في الصاله. تعالي بقى شوفي العجينه بتاعتنا، سيبناها يجي ساعه. شوفي خمرت ازاي العجينه دي، بالصلاه على محمد بالف هنا وشف زي العسل. هنقعد نقطع بقى على الطبليه بتاعتنا. العجوه بتاعتنا الجاهزه بتاعتنا اهي، شوفوا بقى الطريه ملبن ازاي. هنعمل احلى شويه قراقيش. السجان بتاعتنا هي جوجو وريهم السجان. عملنا اول صاج اهو، اول صاج قراقيش اهو، اول صاج قراقيش اهو، اول صاج خلص اهو يا حبايب قلبي. هنوديه هناك ون ايه، واحنا بنقطعه اهو بالقطاعه بتاعتنا. السيجار هنخلصها ونرصها ونروح نسويها كلها مره واحده مع القراقيش. انا عجنت عجينه بيتزا قبل ما كنت اعجن القراقيش. عجينه البيتزا انا قلتها لكم كذا مره قبل كده، دقيق وعلبه زبادي وشويه ميه وشويه ملح وسكر وكيس خمير وشويه زيت. عجنتها وخمرت، وكان عندي الصلصه وبواقي اي اكل، حته لحمه حته سجق شويه جبن عادي اي حاجه حطيها. هنعمل ميني بيتزيات. بعد ما نخبز القراقيش هندخل دي في صاج الفرن. يبقى احنا كده عملنا الغدا بتاعنا من غير ما نشيل هم احنا هنطبخ ايه وهناكل ايه. تمام.
اي حاجه عندك حطيها في البيتزا، يعني مش شرط مكونات معينه. انا عندي باقي شويه لحمه مفرومه اهم، هحطهم على الوش كده وخلاص. هنسوي البيتزا ديت بعد ما نطلع القراقيش، وهوريكم كله بقى في الاخر. شفتوا الجمال والحلاوه يا ولاد؟ بسم الله ما شاء الله. ده الدنيا ضلمه ولسه اخش جوه بقى واصورها لكم بقى. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا قاعده قدام اخر صاج اهو. بصوا اخر صاج طالع معايا اهو. بصوا حاجه كده ايه، ذهبي وجميله الجمال ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم هي الاضاءه بس اللي ظلماه، بس جوه ان شاء الله هوريكم شكله بقى وحلاوته وجماله زي حته ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. صلاة النبي، اللهم صل على النبي وجماله. شفتوا الجمال؟ طب شفتوا الحلاوه؟ عمايل ايديا وحياة عيني. جمالها 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا مقشره بصوا انا لما الاضاءه، بص ده لونها اصلا الاصلي اهو، ذهبي كراميلا جمال حلاوه. حاجه كده شويه قراقيش منين بالعجوه، تعمليها كده للفطار، كوبايه شاي بلبن. بصوا بقى الجمال، شوفوا الحلاوه. هكسر لكم واحده شوفوا. بصوا اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. حاجه كده فاخر من الاخر، ولا ان هي مليانه سمنه وتتكسر وتبقى ناعمه قوي، ولا ان هي تبقى خشنه قوي. حاجه كده ايه، بتفرفت في ايدك ما شاء الله لا قوه الا بالله. عاملين اللي بالعجوه، عاملين اللي الساده، عاملين ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكميه بتاعتنا وريتها لك من الاول للاخر. امي يا حبيبه قلبي تشطري، وما تنسيش تعملي اللايك الحلو، وما تنسيش تعملي الاشتراك الحلو في مطبخ جودي الفرفوشه.